يا مساء الفل والجمال على الحلوين. يوم سعيد عليكم بإذن الله، واحنا في شهر رجب الكريم. بنتمنى ان ربنا ينجح اولادنا، اللهم امين يا رب. النهارده هنعمل مع بعض سبانخ صحية جدا 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 بزيت الزيتون. هتبقى من احلى الوصفات بإذن الله اللي هتعجبكم. هنا معايا 5 حبات طماطم و3 بصلات غسلتهم، وكنت عاملة كيلو من السبانخ. طبعا قعدت ساعتين اغسلهم، فاستحالة طبعا هوريكم وانا بغسلهم، هياخد الوقت كله. ورحت مقطعاها السبانخ بالمقص. تمام. البصل بتاعي ضربته في الكبة، وبعد كده هروح جايبة الطماطم كمان وضربها في الكبة. النهاردة الأكلة دي تنفع للناس اللي حابين يعملوا رجيم. ما اقدرش اقول لكم الاكله بزيت الزيتون طعمها في منتهى الجمال ازاي، خفيفه ومهضومه كتير كتير كتير. تمام. هنا بعد كده هروح جايبه الحله بتاعت السبانخ، واروح جايبه البصل والطماطم، وهبتدي احطهم على السبانخ واقلبهم. هنا المره دي انا عاملاها ني في ني. يعني ما سبكتش السبانخ بالبصله ولا حاجه، انا عاملاها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. تمام. اهو زيت الزيتون اهو هبتدي احطه على السبانخ، وبعد كده هروح حاطه البصل والطماطم. انا اول مره بصراحه اعملها بزيت الزيتون وعجبتني جدا، قلت اقول لكم عليها. ولو عندكم شويه حمص كده، الحمص الحلو ده لو سلقتيه وحطيتيه في السبانخ، يا باي على كميه الغذاء اللي فيه. بس انا عشان ما خرجتش، ما بنزلش بقالي فتره، فما عرفتش اجيبه. هنا حطيت اهو الطماطم والبصل. هبتدي بقى اقلب. طبعا السبانخ ما تنفعش سبانخ يعني على طول بشوربة اللحمة او باللحمة. يعني السبانخ لما بتبقى بالفراخ ما بقاش حباها قوي، ف سلقت لحمة علشان اعمل السبانخ بشوربة اللحمة، عشان يبقى طعمها شهي كده وجميل. هنا ابتديت اقلب اهو، وخلاص كده خلصت تقليب. وبعد كده هروح جايبة شوربة اللحمة. الناس اللي عايزة الأكلة دايت 100% هيشيلوا الريم بتاع اللحمة اللي من فوق. تمام. لكن أنا ما شلتوش الدسم بتاع اللحمة ده من فوق. علشان تبقى دايت 100% بتشيل الدسم بتاع اللحمة ده من فوق، بس أنا ما شلتوش. تمام. هبتدي بقى أحط اهو الحلة بتاعت اللحمة بتاعتي، وبعد كده بقى هنبتدي بقى ايه نقلب. انا لسه ما حطيتش اي بهارات خالص، وما بحطش بهارات من البداية في اي اكل. حتى لما باجي اسلق اللحمة بحط البهارات في النص، ما بحطش البهارات من البداية. هبتدي بقى اقلب. تمام. قعدت بقى غسلت المواعين عقبال ما ايه غطيت انا على السبانخ علشان تستوي. فقعدت اغسل المواعين عقبال ما السبانخ تستوي معايا. قلت اخلص كل اللي معايا، سواء كان على الرخام او في الحوض، عشان ابقى انا كده جاهزة. بدأت اهو اغسل المواعين، قربت خلاص اخلصها عشان تبقى السبانخ خلصت وكمان المواعين خلصة. ادي اهو الحوض بقى فاضي وزي الفل. هنا بقى هنرجع تاني للسبانخ. حطيت ملح وفلفل وبهارات لحمة. طبعا انت بتشوفي ايه اللي انت محتاجاه زيادة وبتحطيه طبعا لما بتيجي تدوقي. انا عشان عاملة كمية كبيرة من السبانخ فمش هعمل رز خالص، هاكل السبانخ كده بالمعلقة. رحت جايبة بقى مقلاية وحاطة فيها شوية من زيت الزيتون، ومعايا شبت وكزبرة. تمام. معايا كزبرة ناشفة ومعايا كزبرة خضرة. سيب زيت الزيتون شوية لما يسخن، وبعد كده هبتدي احط الكزبرة الخضرة والناشفة. انا ما جبتش توم، التوم الكيلو ب100 جنيه، فطبعا ما رضيتش اجيبه
قلت لما سعره يهدى شويه حطيت توم باودر، رحت حاطه شويه من الملح وشويه من الفلفل وتوم البودر. ما سبتش الشبت والكزبره دولت الا لما دبلوا خالص خالص، وحطيت كمان عليها كزبره ناشفه. والثوم البودر اهو. يبقى في المقلاية حطيت البهارات ملح وفلفل وثوم بودر وكزبرة ناشفة. ادي دي اخر حاجة اللي هي الكزبرة الناشفة، ودبلتهم خالص خالص خالص. وبعد كده بقى ايه، هحطهم على السبانخ. انا لما باجي احطهم على السبانخ بعد ما ايه ما السبانخ بتستوي بقى شوية، يعني بتكون اخدت وقت شوية في النار. هنا كان شوية الزيت قليلين، رحت مزودة شوية كمان. الطبيخ بزيت الزيتون حاجة تانية خالص. هي بعد ما دبلت خالص ابتديت بقى احطها ايه على السبانخ كمان. لو انتي بتعملي الاولاد اللي هو الاكلات اللي بالزيوت والكلام من ده، انتي ممكن كل يوم تاخديلك طبق كده سبانخ صحي وجميل ولذيذ جدا جدا جدا. مش كل الاولاد يحبوها، مش كل الاطفال يحبوها، بس انا بحبها. هنا بقى حطيت، بصراحة انا ما بحبش احط صلصة كتير، بس هنا كانت السبانخ محتاجة صلصة لان انا ما حطيتش طماطم كتيرة. حطيت 4 معالق كبار من الصلصة عشان الكمية بتاعت السبانخ. انا اخري احط في اي اكلة ربع معلقة صلصة، بس عشان هنا الكمية كبيرة فرحت عملت 4 معالق كبار من الصلصة لغاية بس يدوبك ما السبانخ ما السبانخ اخدت لون كده، بس مش لون الاحمر القوي، لا اللي هو يدوبك بس ايه اخدت لون. انا ما بحبش الحاجة تبقى اللي هو اللون الاحمر اللي هي المسبكة قوي دي، لا انا بحب الحاجة يدوبك تاخد لون. تمام. هنا كده خلاص هي على وشك ان هي كده خلاص السبانخ بتاعتي جاهزة جاهزة يا جماعة، جاهزة وجميلة في الشتاء وبتدفي وفيها حديد وفيها كل حاجة حلوة. بصراحة انا ما كنتش بحبها وانا صغيرة، بس لما كبرت وبدأت انا اللي اعملها بقى حبيتها. يا سلام بقى يا جماعة لو بالفول، يا سلام لو بالفول هتبقى خطيرة خطيرة. هنا اهو خلصت الطبق بتاعي. جميلة جميلة جميلة، والناس الأيام دي اللي صايمة هتبقى مهضومة بالنسبة لهم كتير، وهتكون خفيفة على المعدة. ونتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا.